السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم رحيق الجنة. اليوم درسنا حلو وبسيط جدا، هي لمسة رحيق أو مخمرية رحيق. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. مخمرية رحيق صلحتها بأبسط المكونات وأجملها وفواحة. هذا الجيل اللي يبيعه عند العطار أو يبيعنا بالسوبر ماركت، هذا شلته من السوبر ماركت. عطرين نوعين من العطر اللي هو اسكادا وجوهن بي، وهي معلقة بلاستيك، وهذه العلبة الزجاجية اللي بخلط فيها، وهذه اللي بخزن فيها العلبة الصغيرة. العلب صبغة طعام، اي نوع صلحت لكم هنا نوعين. ما عندنا صبغة طعام حق الاكل عادي، حق الكيك او حق الرز، حتى لو كانت منتهي صلاحيتها وقديمة عادي، نقطة صغيرة سنعمل. او ما فيش معك هذا مكياج قديم، ميك اب قديم معايا، اقوم استعمل الالوان فيه يطلع روعة، وبنقرب اللون، نختار اللون اللي احنا حابينه. هذا الجيل الجامد، اوريكم سماكة الجيل، شكل السماكة حق الجيل يبيعونه عند العطار او من سوبر ماركت. جيل الشعر، بس اهم شيء يكون بلا ريحة، نركز على هذه النقطة، وسعره مناسب جدا، ارخص من لمسة حرير. هذه العلبة بحولها، باخذ مثلا معلقتين كتجربة، يعني قاعدة تجربوا انتم كمية بسيطة، معلقتين. نبدأ نصلح اللون، اي لون طبعا، ممكن الوان الطعام استخدم شوية درة، نركز من تحت الدرة او اي لون انا حابه، بس نركز على الالوان اللي واستعمل على نقطة واخلط. اذا انا اوصل للون اللي انا حابه، مش شرط، مش يعني قياس معين او درجة معين، لا، اللي انا حابه. ممكن اكتفي بهذا اللون، لون حبحبي فاتح، لون كده حامي شوية، لون احمر فاقع، ممكن لون الحب، بس نحاول طبعا ما نكونش اوفر زيادة علشان ما نوسخش الملابس حقتنا ويصبح تقليد. هذا اللون ممكن، هذا اللون قبل تركيب الاحمر الفاتح انزل بالحب. ممكن نزود اللي انتم حابين. ما عنديش قياس، لأن على حسب تركيزك، يعني العطر يختلف من محل الثاني تركيزه. عشان اشتري تعمل هذا ناسك العسل، تخزين أو تحقيق حبيبات المحملية. بقدر أقول طبعا لاقين أكثر شيء لا بطبع الألوان، نركز على الألوان قارح مرة. نقدر نضيف مسك السائل. شكرا، كانت معكم رحيق الجنة.